السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة طبعا يا جماعة أنا طالعة بفيديو حزين، فيديو يعني أول مرة في حياتي أنا كنت بسمع لكن ما شفتش بعيني. أول مرة أسمع في حياتي الموضوع اللي أنا هتكلم فيه ده. موضوع يا جماعة أثر فيا لدرجة إن أنا قسما بالله العظيم النهاردة أنا انهارت في البكاء، ما فتحتش نت خالص. كل اصحابي كلموني، سالوا عليا اطمنوا عليا، انا بشكركم طبعا، بس انا النهارده كانت نفسيتي تعبانه جدا 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 من الموضوع اللي انا شفته ده النهارده. انا طبعا ما نزلتش الشارع يا جماعه، يعني بنزل كل فين وفين، اول مره انزل الشارع بعد فتره برضو. شفت موضوع قمه المهزله، قمه قله الادب، قمه الاستهتار، قمه الذل. عمركم ما هتشوفوا موضوع يعني مش عايزه اطول كتير عليكم، انا هبدا ادخل في الموضوع بس اعذروني يا جماعه. انا والله العظيم والله العظيم اول مره اشوف الحاجه دي في حياتي. كنت دايما اسمع عنها لكن اول مره اشوفها في حياتي. نزلت النهارده، خرجت عادي جدا، كنت بجيب شويه حاجات، لقيت لمه ناس ملمومه عند باسكت، سوري يعني في اللفظ، باسكت زباله، تمام. رحت اشوف في ايه، يعني الناس دي ملمومه في ايه. لقيتهم بيطلعوا، تخيلوا انتوا كده، بيطلعوا ايه من الباسكت ده؟ بيطلعوا طفل يا جماعه ملفوف في قماشه حي، يعني طفل ملفوف يا جماعه. طلعوا من باسكت الزباله طفل ملفوف حي لسه على قيد الحياه. انا طبعا يعني انا وقفت طبعا منهاره من البكاء، يعني بقول حسبنا الله ونعم الوكيل في ام الطفل اللي حطته في المكان ده. سواء سواء اي انسان حطه في المكان ده، الانسان ده ما عندوش قلب. الانسان ده والعياذ بالله ده ابليس، ده انا ما بسموهوش بشر. الطفل طبعا يعني لسه الحبل السري يا جماعه فيه، لسه الحبل السري ما اتقطعش منه، يعني ملفوف كده في حته قماشه مليان دم. الطفل طبعا منهار في البكاء. الطفل يعني تقريبا معرفش ده ماله، لانه بيعيط عياط فظيع. انا عن نفسي اول ما بنتي ولا ابني يجي لهم شويه كحه او شويه برد، يعني بكون قاعده جنب منهم سهرانه طول الليل اعيط، اجري للدكتور من هنا واروح هنا واعمل هنا عشان خاطر ابني ولا بنتي ربنا يشفيهم. تخيلوا بقى ان انا احط بنتي ولا ابني لسه صغيرين او كبار جوه باسكت زباله، جوه باسكت زباله. قلبك فين؟ ما عليكي من احساسك، ما عليكي من مشاعرك، ما عليكي حتى لو انت يعني الطفل ده بصمه عولكي، الطفل ده حتى لو بصمه عولكي، فين الاموه بتاعتك؟ فين قلبك؟ فين قلبك؟ ده راح فين؟ قلبك راح فين وانت بتحطي الطفل ده جوه باسكت الزباله؟ ده انا اموت وما احطش ابني جوه المكان ده. ليه اعمل كده؟ ايه اللي هيخليني اعمل كده؟ مهما كانت الظروف، ما تقوليش الظروف ومش مهما كانت الظروف، الضنا مفيش اغلى من الضنا. اغلى من الضنا ما يتعوضش وما يجيش اي حاجه بتتعوض في الدنيا الا الام والاب والضنا اللي هو الطفل. اغلى من دولت مفيش حاجه بتتعوض بقى، خلاص ما بتجيش تاني. فانتي ترمي ابنك جوه باسكت زباله؟ ازاي فين قلبك؟ انتي مفروض تتمحي من كلمه الامهات، يعني انتي مفروض ما تتسميش ام، يعني انتي مفروض اصلا يعني تتمحي من الحياه اصلا، مش تتمحي من كلمه الامهات منك، لا انتي مفروض اصلا ما تتسميش ام بعد كده. يعني قلبك فين في كل ده؟ كنتي احساسك فين؟ فطبعا انا وقفت طبعا، يعني انا ما بشوف المناظر ديت قلبي وجعني جدا وصعب عليا الطفل جدا جدا. يعني الطفل يا جماعه كان يعني طفل بريء لسه، ما يعني لا حول له ولا قوه، ولا عارف ام ولا عارف اب ولا عارف اي حاجه في الدنيا. طبعا وقفت معاهم لغايه اما عرفتهم هيعملوا ايه والطفل ده ايه مصيره ومين مامته. طبعا كان في كاميرات مراقبه في الشارع، فوقفت معاهم طبعا لغايه ما، انا اسفه يا جماعه، انا اصلا من الصبح مش عارفه اصلا اتلم على اعصابي لغايه دلوقتي. قسما بالله العظيم انا نفسيتي تعبانه جدا جدا. الناس اللي تعرفني المقربين ليا انا ما فتحتش نت خالص النهارده بسبب نفسيتي اللي كانت تعبانه. نفسيتي كنت متدمره بسبب الموقف اللي انا شفته. انا كنت اسمع كتير جدا عن الموقف ده لكن انا اشوفه بعيني اول مره في حياتي، واول مره اشوف طفل كده
يعني في الموقف ده او ملفوف في حته قماشه ومليان دم، يعني مش عارفه اقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي، مش هقول غير كده، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي. انا بحسبن عليكي في كل ام تعمل كده مهما كانت الظروف، مهما كان ان انت بتكرهي الاب. الاب بيضربك، الاب بيموتك، الاب ما بيحبش الولاد او ما بيحبش، في كتير ممكن يقولوا كده اصل زوجي ما بيحبش البنات وانا خلفت بنت، اصل زوجي ما بيحبش الولاد وانا خلفت مش عارفه ايه. مفيش الكلام ده، مفيش اغلى من الضنا. انفصلي عنه، انفصلي، قولوا مع الف سلامه ضنايا. ابني او بنتي دول ما اقدرش استغنى عنهم، دول روحي، دول النفس اللي انا بتنفس منه. مفيش اغلى من الضنا يا جماعه، مفيش اغلى من الضنا. الضنا والام والاب هما ما بيتعوضوش تاني، وطبعا كلنا عارفين كده الموضوع ده يعني. وبعدين هتروحي فين من حسابك عند ربنا؟ يعني انت هتروحي فين من اما تقفي كده قدام ربنا هتقولي له مثلا رميت ابني عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ايه رميتي ابنك؟ حتى لو انت منزوع منك القلب والرحمه والمشاعر والامومه منزوعه منك، هتروحي قدام ربنا يوم الحساب هتقولي له ايه؟ هتقولي له رميت ابني في باسكت زباله، حطيت ابني على جنب عشان مش عارفه، عشان اي سبب من الاسباب. هتقولي ايه لربنا؟ افهم انت هتقولي ايه لربنا يعني. فطبعا يا جماعه انا طبعا وقفت وقفت لغايه ما شفت الموضوع ده وعرفت تفاصيل اكتر. وفي كاميرات طبعا في الشارع ده مراقبه. تخيلوا لقيت يعني وصلت في الحوار لغايه ما لقيت ايه؟ واحده، معرفش واحده او واحد، حد منقب شايل الطفل ده، يعني جايبينه طبعا الكاميرات من الشارع راقبته، شايل الطفل ده ورميه جوه الباسكت ده، تمام؟ فطبعا معرفوش يوصلوا للام او الاب، طبعا معرفوش يوصلوا للام او الاب، ودي طبعا كارثه. سواء انت ام سواء انت اب بتعمل في ابنك كده، هو طبعا انا ما اعتقدش طبعا ان في ام تعمل كده، ده ممكن يكون مخطوف او ايه، انا بس في امهات بيعملوا كده، يعني اللي انا اسمعه في الحياه ان في امهات بتعمل كده، لكن اول مره اشوف بعيني حاجه زي كده. لكن انا اشوف امهات بشوفها في الافلام وبسمعها، لكن اول مره اشوف طفل جوه باسكت زباله، طفل حته لحمه حمراء جوه باسكت زباله. انت بتعملي كده، ما توجعتيش فيه؟ ما صرختيش فيه وانت بتولديه؟ يعني هو في بطنك 9 شهور حمل، ما حسيتيش بيه وهو بيكبر جوه بطنك؟ بجد والله انت ما حسيتيش، يعني ما حسيتيش بالالم، ما حسيتيش بالحب اللي هو، ما حسيتيش باي احاسيس حلوه وهو بيكبر كل يوم والتاني جوه بطنك؟ ما حسيتيش بكل الكلام ده؟ ما حسيتيش باي حاجه من ده في ناس يا جماعه، يعني في ناس قسما بالله العظيم، واكيد برضو في امهات وابهات كتير جدا عارفين الكلام ده، مش عارفين يجيبوا، يعني مش عارفين يوصلوا لضفر طفل بيعملوا عمليات كتير وبيعملوا اشعات كتير وفلوس كتير جدا بتتصرف عشان خاطر ان الام تحمل، تجيب لها طفل، تحمل في طفل، مش لاقيين ضفر طفل. فاهمين يعني ايه؟ وطبعا كل الناس عارفه كده. يجي بقى اما ربنا يديكي انت طفل بسهوله، انت تقومي تعملي فيه كده ليه؟ عشان خاطر ايه تعملي فيه كده؟ عمل فيكي ايه الطفل ده؟ ما انتش قد المسؤوليه، ما تجيبهوش، ما تحمليش فيه اصلا وتجيبيه من الاساس. مش قد الموضوع ده، بلاشه. الطفل ده معلش مش حاجه كده لعبه ربنا جاي خلانا نحمل فيها عشان خاطر نرميها. الطفل ده مسؤوليه، تعب، تربيه، ازاي تربي ابنك، ازاي تعلميه الاخلاق، ازاي تعلميه الدين. مش ان انا اجيبه لسه طفل على الحياه ان انا ارميه روح بقى خلاص، يعني خلاص شقي طريقك انت لوحدك. هيكبر، يعني لما يكبر اول حاجه انت دمرتي نفسيته، ما خليتوش اصلا طفل، انت كده خلاص، انت الطفل ده اصلا مصيره ولا الطفله دي يعني خلاص. معلش يا جماعه اعذروني، انا قسما بالله العظيم حتى تلاقوا رعشه في لساني، انا تعبانه جدا 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 من الموضوع ده من الصبح، بس انا صممت ان انا اصور الفيديو ده النهارده عشان ممكن امهات تكون بتعمل كده او بتفكر تعمل كده، يعني ممكن تكون بتتفرج على الفيديو ده او حد يوصل لام الفيديو ده تكون بتفكر بتعمل كده، مع احترامي طبعا لاي ام بتشاهد الفيديو.
صدقيني مفيش اغلى في الحياه من الضنا، مفيش اغلى في الحياه من الطفل اللي انت جايباه، ابنك اللي انت جايب، يعني ده روحك، ده حياتك، مفيش اغلى من كده. ومفيش حاجه تخليني ان انا اعمل كده في ابني او في بنتي، مفيش حاجه في الدنيا تخليني اعمل كده. فانا يعني مش هقول هما كلمتين اللي انا هقولهم لكل الامهات طبعا اللي بيعملوا كده. والام اللي انا يعني الام اللي عملت كده في ابنها النهارده، يعني اثر فيا انا كواحده غريبه. قسما بالله العظيم يا جماعه، انا النهارده الطفل ده ولا الطفله دي اثرت فيا جامد جامد جامد. احساس مفزع، كان احساس مفزع فعلا، يعني كان كانه حلم بالنسبه لي، حلم رعب انا مش عايشاه في الدنيا. حاسه ان انا مش في الحياه اصلا، انا في حلم. انا بقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي يلا عملتي كده عشان تخلي طفل زي ده لسه مش عارف الحياه وتعملي فيه كده، ترميه الرميه دي. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي. وطبعا يا جماعه انا اسفه طبعا على التوتر اللي انا فيه، بس انا اسفه، انا طبعا غبت عنكم النهارده، بس والله العظيم كنت تعبانه جدا جدا جدا، والحمد لله. ومع الف سلامه، واشوفكم في الفيديوهات الجايه. مع الف سلامه.